كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا شرف. مين بقى الصحابي اللي اتوصف بالقائد الفاتح المؤمن؟ هو سيدنا عمرو بن العاص، وهو صاحب حلقة النهاردة رضي الله عنه. أحد شجعان العرب وأبطالهم، أحد قادة الفتح الإسلامي وفرسانهم. عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد. قبل الإسلام كان سيدنا عمرو بن العاص جزار، وكان بيحترف التجارة، وكان بيسافر بتجارته إلى الشام واليمن ومصر والحبشة، من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، من قتال المسلمين في غزوة أحد إلى الإسلام في سنة 8 من الهجرة. نظرت وتدبرت فإذا بحق بين فوقع في قلب الإسلام. قال عمرو بن العاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أبسط يمينك أبايعك يا رسول الله. فبسط يده فقبض يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو: أردت أن أشترط. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ماذا تشترط؟ فقال: أن يغفر لي. فقال رسول الله: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ حياته الجهادية كانت أحد الصفات المميزة فيه، ودي الصفة اللي احنا ذكرناها في أول الحلقة. هنذكر بعض الغزوات واللقطات اللي قابل فيها بلاء حسنا. الأولى غزوة مؤتة، والثانية هدم عمرو لسواع، والثالثة جهاد المرتدين، والرابعة جهاده وفتوحاته في أرض الروم، والخامسة فتح مصر. قال ابن الأثير: وكان موت عمرو بن العاص في مصر ليلة عيد الفطر، فصلى عليه ابنه عبد الله ودفن بالمقطم، رضي الله عن عمرو بن العاص وأرضاه. وفي آخر حلقتنا السؤال للمشاهدين: من هو الصحابي الذي لقب ووصف بالفداء المؤمن؟